فيلمنا بيبدأ في ملعب جرين هاوس في مدينة فاينلاند، واحنا بنشوف أكبر وأشهر فريق كرة سلة في المدينة دي وهو بيلعب مباراة مهمة. وبالمناسبة اسم الفريق بيكون سورنز. وبنروح للمدرجات، وهنا بقى بيظهر بطل فيلمنا ويل معزة صغير، وهو بيحضر المباراة مع مامته وهما متحمسين قوي. وبنرجع لقبل المباراة لما مامة ويل بتفاجئه بانها حجزت لهم تذاكر لحضور المباراة دي، وده لانها عارفة ان ويل بيكون بيحب الفريق ده قوي وبيشجعه. المهم بنرجع للملعب وبيترحب مقدمة المباراة باللاعبة جيد فيلمور، بطلة وهدافة فريق سورنز، واللي بتكون قطة لكن قوية وسريعة جدا. وبنشوف ويل وهو واقف مذهول من انه شايفها، وده لانه بيحبها قوي وبيعتبرها قدوته. وبيقول لمامته ان في يوم من الايام لما يكبر هيكون زي جيد بالظبط. ومن هنا بقى تبدأ حكاية الفيلم. بيعدي 10 سنين على الموقف ده، واحنا بنشوف ويل بعد ما كبر وبيكون بيتدرب في اوضته وبيعمل كل التدريبات اللي بتعملها جيد، وده علشان يبقى قوي وماهر زيها، وبيحاول يقلدها في كل حاجة بتعملها. وهو بيتدرب بتخبط قرونه في سقف الأوضة وبيكسره، وبيدخل عليه قنفذ صغير اسمه ماسيو، وده بيبقى ابن صاحب البيت اللي متأجر منه ويل الأوضة. وبيبقى بيحب ويل قوي وبيشجعه، وويل كمان بيعتبرهم أسرته. صحيح مامة ويل للأسف اتوفت من فترة قليلة، لكن ويل مازال متمسك بحلمه وانه في يوم هيبقى لاعب سله كبير قوي. بعدها بتجيله رساله من الشغل بتاعه، فبياخد الكوره بتاعته وشنطته وبيروح على هناك. وبنعرف انه شغال عامل ديليفري في مطعم صغير، وبيكون كل اللي موجودين مش بيتكلموا غير على فريق سورنز، وبيكون كلهم ملاحظين هبوط مستوى الفريق الفتره دي. وكمان جيت اللي بتكون كبرت ومهاراتها قلت عن الاول، لكن ويل بيبقى بيشجع الفريق ده حتى في الخساره، وجيت بتفضل الافضل في نظره. المهم بيروح ويل ياخد الطلبيه علشان يوصلها، وبيفضل يمارس مهاراته في توصيل الاكل للناس. واخر اوردر ليه بيكون لاصحابه الضبع والكندس. وبنعرف ان هم مهووسين بالسوشيال ميديا والتكنولوجيا، وبيكون بيعرف منهم ويل كل اخبار فريق سورنس وبالاخص جيت. وبيعرفوا الضبع ان في حصان قوي قوي قدر يغلب الفريق اسمه ماين، وبيقولوا ان السوشيال ميديا كلها بتتكلم عنه، بس بيقاطعوا ويل وبيقولوا انه لازم يمشي علشان يتدرب. وبيروح ويل لملعب صغير وبسيط متعود انه يتدرب فيه كل يوم، وبنشوفه هو بيلعب وبنكتشف انه فعلا لاعب ماهر قوي في كرة السلة. ومن كتر هوسه بالرياضة دي بيتخيل ان حواليه جمهور وبيحيوه، بس بيقطعوه مجموعة من اللاعبين واللي بيكون برضه متعودين انه كل يوم يجوا ويطردوه من المكان ويستهزئوا بيه، وده لانه حجمه صغير وما ينفعش يكون لاعب سلة اصلا. وبيسيب لهم ويل المكان وبيمشي. وبنروح عند جيت اللي بتكون طالعة من المباراة وكل الناس بتصورها، لكن وهي ماشية بتسمع كلام من الجمهور انها خلاص كبرت ومستواها نزل، وانها سبب في ان الفريق بعد ما يوصل للنهائي ما يحققش البطولة، وده علشان جيد بتكون أنانية في لعبها، بس هي مش بتبقى شايفة كده وبتجيب اللوم كله على باقي الفريق. وبتقرر تروح لصاحبة الفريق اللي اسمها فلو، وبتطلب منها تتعاقد مع لاعب سادس للفرقة. وبتقول لها فلو ان ده محتاج فلوس كتير قوي، وكمان ممكن اللاعب ده في يوم ياخد مكانها في الفريق. فبتعيد جيد تفكيرها في الموضوع وبتسيبها وبتطلع. وبنشوف ويل بقى في آخر اليوم هو مروح، وبيطلع له فرانك صاحب البيت اللي متأجر منه ويل الأوضة، وبيقول له فرانك ما يحاولش يتسلل زي كل مرة علشان يهرب من دفع الإيجار. فبيديله ويل كل اللي معاه، بس مش بيكون الإيجار كله. فبيعرفوا فرانك إنه مسؤول عن أطفال بيأكلها، ولقوا أطفال كتيرة قوي كده زي ما أنت شايف. المهم فرانك بيديله مدة لبكرة يدفع فيها وإلا هيأجر الأوضة لواحد غيره. وبيروح ويل بعدها ينام، وهو بيقلب في موبايله بيظهر قدامه إعلان ماين عامله، وهو رهان على فلوس للي يهزمه في الملعب، بس ما بيهتمش ويل وبينام. وتاني يوم الصبح بنشوفه هو في متجر بيع للأحذية، وبيدي الراجل الحذاء بتاعه. هو بيقول له ان في المور لبسته قبل كده، وبيفضل اصحابه يمثلوا ان الحذاء ده غالي قوي، بس في الاخر الراجل بياخده بمبلغ بسيط جدا، وويل بيوافق لانه محتاج الفلوس. بنروح بقى لساحة المراهنات اللي ماين عاملها، وبيكون قاعد يهزم كل اللي بيلعب ضده واحد ورا التاني. وبعدها بيقول ماين ان مفيش حد قدر يوقفه، وبيتحدى كل اللي موجودين وبيطلب ان واحد منهم يطلع وينافسه، وبيفضل يتريق على المدينة وان مفيش لاعب قادر على هزيمته. وفجأة نلاقي مين بيتكلم؟ ويل اللي بيكون حاضر المنافسة من الأول مع أصحابه، وأول ما بيشوفوا ماين بيضحك وبيستهزئ بيه، بس ويل بيطلع الفلوس اللي معاه وبيقوله إنه هيراهن عليها، وبيوافق ماين يتحداه. وفعلا بيبدأ ويل وبيسجل أول هدف، والكل بيتصدم وقتها لقوا مش هدف واحد، ده بيقدر إنه يسجل التاني كمان. وبيكون كل اللي موجودين رافعين موبايلاتهم وبيصوروا كل اللي بيحصل. ماين بقى وقتها بيتعصب وبيبدأ ياخد الموضوع بجدية، ومن هنا ويل ما بيعرفش يمسك الكورة، وبيسجل ماين 3 أهداف وبيفوز بالرهان، وبيرجع يستهزئ بويل مرة كمان.
وبيرجع ويل البيت بعدها، بس بيلاقي فرانك راميله هدومه بره، وده علشان ما دفعش الإيجار. فبياخد ويل الكيس وبيودع ماسيو وبيروح يبات عند أصحابه. ولما بيوصل ويل بيوروه فيديوهات عاملينها بتكون تحفيل على ماين، ده بعد ما ويل قدر انه يكسر له الكاحل. وبيبقى اصحاب ويل مبسوطين قوي بالفيديوهات دي، وبيعرفوا انهم هيرفعوها على السوشيال ميديا وانهم متاكدين انها هتجيب مشاهدات كتيره قوي. بس ويل مش بيبقى مبسوط لانه في الاخر هو ما هزمهوش، وبالرغم من انه كسر له الكاحل بتاعه فهو برضه كسر له قرنه. وبيسيبهم وبيروح ينام على الكرسي، هو بيبقى قرفان جدا، وده لان بيت صاحبه داري زي ما انتوا شايفين كده. المهم بيصحى ويل يروح لشغله كالعاده، وهو ماشي في الطريق بيلاقي ناس بتسلم عليه، اللي يعرفهم بقى واللي ما يعرفهمش، وده كان غريب جدا بالنسبه له. هو بيبقى مش فاهم اي حاجه. ولما بيوصل للمطعم بيلاقي عربيه سد المدخل، فبيدخل بكل ثقه يقول مين المهرج اللي راكن العربيه بالشكل ده. وفجاه بتظهر فلو بتقوله انه هي المهرجه دي. فبيتصدم ويل طبعا، وده لانه عارف ان فلو بتكون ملكه فريق سورنز، وبيستغرب جدا من وجودها. وبتبدا فلو تعرفه انها شافت الفيديوهات اللي نزلت على النت واعجبت بيها قوي، وطبعا كلنا عارفين مين اللي بيكون نزل الفيديوهات دي. المهم بتكمل كلامها فلو بتقوله انها عايزاه ينضم للفريق، وبتناوله العقد علشان يوقع. والوقتها بيبقى مش مصدق، وبيوافق طبعا وبيمضي العقد، وكل اللي موجودين في المكان بيفرحوا له قوي. بنروح تاني يوم في أوضة جيت اللي لما بتصحى من النوم بتفتح تشوف الأخبار، وطبعا بتبقى متأكدة إن كل كلامهم بيكون عليها وعلى مستواها. بس بتتفاجئ لما بتلاقي الإعلاميين بيعلنوا عن صفقة جديدة للفريق، وبيجن جنون جيت لما بتعرف إن الصفقة دي بتكون معزة. وبتاخد عربيتها وبتجري بسرعة تروح لفلو، وبتشوف ويل وهو قاعد على الكرسي، ومش بتبقى مصدقة اللي بيحصل، وبتعترض على وجوده في الفريق، وده لأن تاريخها ما يسمحش إنها تلعب مع معزة. بس فلو بتهديها وبتعرفها إن ده بيكون في صالحهم، وان ويل حديث السوشيال ميديا دلوقتي، وده بيثير اهتمام الاعلاميين. وبتطلب منها تاخده وتروح تحضر المؤتمر الصحفي اللي بيتعمل دلوقتي. وفعلا بتروح جيت مع ويل المؤتمر، وويل بيبقى مش بيعمل حاجه غير انه يتحرك، ومش بيعرف يرد على اسئله الناس، ده حتى مش بيبقى عارف يشوفهم من حجمه صغير قوي. وبتبدا جيت هي اللي ترد بس بطريقه استهزاء ليه، وبيخلص المؤتمر وبيطلعوا. وبره ويل بيقابل مدرب الفريق دينيس، واللي بيرحب بويل وبيعرفه انه مدرب على الورق بس مش اكتر، وبيروح يوريه غرفة ملابس الفريق. وويل بيبقى مذهول من اللي شايفه، وبيقول له المدرب يغير ويطلع علشان في مباراة للفريق دلوقتي. وبيلبس ويل التيشيرت اللي عليه اسمه وبيطلع للمباراة. وتعالى هنا قبل المباراة اعرفك على باقي لاعبين سورنز. نبدأ مع ارشي وحيد القرن اللي بيكون اب البنتين، وليني اللي بيبقى اطول واحد فيهم. اما دي بقى النعامة اوليفيا، مهووسة بالسوشيال ميديا وكلام الناس عنها. واخرهم مودو، تمساح غريب الأطوار لكن دمه خفيف. نرجع بقى للملعب، وقبل ما يبدأ الفريق اللعب بيرحب مقدم المباراة بويل، وكل الجمهور بيفضلوا يتنمروا عليه ما عدا أصحابه اللي بيبقوا بيشجعوه. وبتبدأ المباراة، وطبعا ويل بيبقى احتياطي، وبيفضل يساعد باقي اللعيبة من بره الملعب ويخدم عليهم من الآخر. بس الكل بيبقى منتظر نزول ويل علشان يشوفوا المعزة الصغير ده ممكن يقدم ايه للفريق. وتاني يوم بنشوف ويل وهو بيحضر نفسه علشان يتدرب، وبتكون جيت هي كمان موجودة، وبتقوله ان دي حصة تدريب خاصة وبتطلب منه يمشي. بس ويل بيقول لها انه هيتحداها، وانه لو فاز عليها تخليه يلعب معاهم في المباريات اللي جاية. وبتوافق جيت علشان بتكون متأكدة انه مش هيقدر يعمل حاجة، وبتطلب منه كل مرة يسجل هدف من مكان أصعب. وويل بيقدر فعلا يسجل كل الكور، لكن الكرة الأخيرة بيجي دينيس فجأة وبيخضه وبيخلي ويل يخسر. وجيت وقتها بتعرفه ان عمره ما هيلعب في الفريق. بنشوفهم بعدها وهم على طيارة وفي طريقهم للبلد اللي هيلعبوا فيها المباراة الجاية، وجوه بيكون ويل محدش مديله اهتمام أصلا، ومش بيرضوا يقعدوا معاهم. المهم بيوصلوا للفندق اللي هيقعدوا فيه، وويل طبعا بيكون أول مرة يشوف الحاجات دي، وبيتصلوا بيه أصحابه وبيبقوا عايزين يعرفوا هو هيشارك امتى. بس ويل بيتهرب منهم وبيفضل يوريهم الأوضة وكل اللي موجود فيها اللي بيبقى أول مرة يشوفه. بس أصحابه برضه بيفضلوا مصممين يعرفوا هيشارك امتى. بس ويل بيقول لهم إنه احتمال يطرد من الفريق قريب، وده لأن محدش مهتم الأمر وبيتريقوا عليه. بس أصحابه بيشجعوه بيقولوا له ما يفقدش الأمل. بنروح للمباراة اللي الفريق جاي علشانها، وبنشوف جيد في وسط الأشواط بتتخانق مع الحكم وبتاخد إنذار، فبتخرج وبتقرر تدخل ويل مكانها، وده لأن مفيش غيره أصلا. وبيروح المدرب يقوله إن دي فرصته في
انه يثبت نفسه، وبيدخل ويل وكل الجمهور متحمس يشوف اداؤه. وفي الملعب بنشوف ويل وهو ماسك الكوره وبيسددها، والجمهور كله بيبقى على اعصابه، وفعلا بتدخل الكوره وبيسجل ويل اول هدف ليه مع سورنز. وبيتحمس الفريق كله وبيكملوا لعب لحد ما بيكسبوا المباراه. ومن اللحظه دي بيبدا باقي الفريق يقربوا من ويل، ما عدا جيت اللي بتبقى متضايقه من انه خد كل الشو بقى حديث المدينه. وبيفضلوا الناس يهتفوا باسمه، وبنشوفهم هم متجمعين في الطياره، وبتتصل بيهم فلو وبتقول لهم يستعدوا علشان هيصوروا اعلان للفريق. وبيبقى كلهم مستغربين منها، وده علشان كل الاعلانات اللي اتعملت قبل كده جيت الوحيده اللي كانت بتشارك فيها، فبتتعصب القطه اكتر وبتسيبهم وبتمشي. وبيجي يوم الإعلان وبيكون مطلوب من جاي تقول إن ويل هو الأفضل حاليا، بس بتفضل تتحجج علشان ما تقولش كده، وده لأنها مقتنعة إنها الأفضل في كل وقت. وبيفضلوا يكرروا تصوير الإعلان وجيت برضو مصممة على موقفها، لحد ما في الآخر بتنسحب من التصوير وبتسيبهم وبتخرج. وبيطلع وراها ويل وبيقول لها إنه مجرد إعلان ترويجي علشان الناس تتفرج على مباراتهم الجاية. وفجأة الناس بتحاصرهم علشان يتصوروا معاها، فويل بيطلب منها تمشي وراه، وبيفضلوا يجروا وهم مستمتعين قوي لغاية ما بيبعدوا عن الناس وبيركبوا مترو. وجوه ويل بيتكلم مع جيت واللي بيقول لها انه مستغرب جدا من فعل الناس وكأنك بتخسري من زمان، بس جيت بتقوله ان مبقاش حد بيحبها وان الكل مستني اعتزالها في اقرب وقت. وبيقاطعها ويل وبيقول لها انه طبيعي يكون في اشخاص بينتقدوها، وده لانها نجمة وان في ناس كتير قوي بتشجعها. وبياخدها وبيروح للمطعم اللي كان شغال فيه، وهناك كل اللي موجودين وكأنهم بيحلموا انهم شايفينها وبيتمنوا بس توقيع منها. وبتشوف جيت كل الحب ده وبتحس انها محبوبة بزيادة، وان في ناس مش مجرد مشجعين ليها، لا دول كمان يعرفوا كل تفاصيلها. وبتوعدهم انها هتجيب لهم لقب لمدينتهم قريب. وبيطلع ويل بره يتكلم معاها وبيقول لها ان حب الناس ده هو اللي بيخلينا نكمل، وبيعرفها انه كان عامل ديليفري في المطعم ده، وان مامته كانت شغاله فيه من قبله، وانها كانت من اشد المعجبين بسورنز، وانه لما اتمنى يبقى لاعب سله في الفريق ده الكل اتريق عليه ما عدا امه واللي امنت بيه وشجعته، وان بعد وفاتها محدش وقف جنبه غير اهل فاينلاند، وهو دلوقتي عايز يثبت كلامها وانها كانت على حق يوم ما امنت بيه. وبتتاثر جيت قوي بكلامه وبعدها بتمشي. وبيجي تاني يوم وجيت بتفتح تليفونها وبتلاقي ماين عامل لايف وكل كلامه عن جيت والفريق، وهو بيبقى نازل تريقة عليهم. فبتقرر جيت تدخل اللايف معاه وبترد عليه بقوة وبتتريق على شعره وبتحرجه، وبتعرفه ان الفريق اللي بيتريق عليه ده بيكون افضل فريق في فاينلاند، وبتفضل تمدح فيهم وبيبقى كلهم بيسمعوا كلامها ومش مصدقين اللي هي بتقوله، وده علشان دي اول مرة تتكلم عنهم كويس. وبنروح لصالة التدريب وبيكون كل الفريق حاضر، وبتدخل جيت وبيسألوها هي فعلا كانت صادقة في كلامها ده ولا هي كانت بس بترد على ماين قدام الناس. فبتقول لهم ان كل اللي قالته حقيقي وانها محتاجاهم معاها علشان يفوزوا باللقب المرة دي. ومن هنا بقى كل حاجة بتتغير تماما، وبيبدأ دينيس يدرب الفريق بجد وبيحمسهم وبيطلب من كل واحد فيهم يثق في نفسه اكتر وانهم نجوم كبار قوي وكلام الناس عمره ما هيأثر فيهم. وبيفضلوا يتدربوا وبيبذلوا مجهود جبار وبيتحسن اداء الفريق قوي. ده حتى جيت بتتعلم تمرر الكورة لزمايلها بعد ما كانت أنانية ومش بتخلي حد يسجل غيرها، وبيفضلوا يلعبوا مباراة ورا التانية ويكسبوها، وثقتهم في نفسهم بتزيد ومهاراتهم بتعلى لغاية لما بيوصلوا لنص النهائي، وإن مباراة واحدة توصلهم للنهائي ويحققوا اللقب. التشجيع بقى أقوى، اللعب بقى أمتع وأكتر حماس، وده لأن كل جولة بتعدي الفرق بتزيد صعوبتها وفرص التسجيل بتقل، لكن سورنز كان مصمم إنه يحقق البطولة دي. بنشوفهم بعدها في مقر النادي، بس المرة دي مش بالزي الرسمي بتاع الفريق، وبيبقى كلهم مبسوطين من نجاحهم، وكمان الجمهور اللي بيبقى وراهم في كل حتة. بيدخلوا بعدها غرفة ملابس الفرقة يغيروا، بس جيت مش بتبقى موجودة، وبيروح ويل علشان يشوفها، وبنلاقي جيت في مشهد بتكون واقفة مع فلو بتتكلم معاها، وفلو بتقول لها خبر صادم قوي وانها خلاص باعت الفرقة المال الجديد وان بكده الفريق هيغادر مدينة فاينلاند. وبتكون جيت مش مصدقة اللي فلو بتقوله، بس فلو بتعرفها ان كل همها الفلوس وان هما بيكسبوا ووصلوا لنص النهائي، بس هي عارفة ان كده كده فريق سورنس مش هيحقق البطولة زي كل مرة. لا دي وبتقول لجيت كمان ان الملك الجديد رفض انه يشتريها وده بسبب سنها الكبير وانها ما بقتش زي زمان. وبتتعصب جيت قوي وبتقرر انها تفوز بالبطولة دي مهما حصل. وبنتفاجئ لما بنشوف ويل وهو سمع كل اللي حصل، وبيدخل لجيت وبيقول لها انهم لازم يعرفوا الفريق، بس جيت بتتضايق منه وبترفض وبتقول له ما يعرفش حد لغاية ما المباراة تخلص.
وهنا في نص النهائي في ملعب كريسفور هنشوف مباراة من نار حرفيا، الكسبان فيها هيتأهل للنهائي وتبقى فرصة سورنز في تحقيق اللقب قربت قوي. وبتبدأ المباراة واللعب بيكون قوي وعنيف من الفرقتين، وبنشوف جيد وهي بتتعصب على زمايلها في الفرقة، وكمان مش بتبقى مركزة نوعا ما وعايزة تحقق الفوز بأي شكل. وبينتهي الشوط الأول وفي الاستراحة ويل بيطلب من جيد تعرف الفريق اللي حصل، بس برضه جيد بتبقى مصممة ما تعرفهمش إلا بعد المباراة. بنروح بقى للجولة الرابعة والأخيرة، وبيكون فريق سورنس متأخر بفارق 15 نقطة، وبيقرر ويل وقتها يعرفهم خبر بيع الفريق وإن مش هيبقى في حد في الفريق بعد انتهاء البطولة. وبيتصدموا كلهم من كلام ويل، وفي وسط كل ده جيد بتفضل تفكر في الكلام اللي قالته لها فلو، وبتقول لباقي الفريق يمرروا ليها الكورة وبس. وبتتحول جيد لوحش في المباراة، وبتسدد هي كل الأهداف ومش بترضى تمرر الكورة لحد فيهم لحد ما بتقلص الفارق لنقطة واحدة بس. وهنا بيلعب الفريق بالكامل بكل حماس، والكورة في الآخر بتبقى في إيد ويل وعلى وشك إنه يسددها في الشبكة ويحسم الفوز. بتيجي جيد من وراه وبتاخد منه الكورة وتسددها هي، وويل بيقع في المية. وفي النهاية فريق سورنس بيتأهل للنهائي، لكن أعضاء الفريق كان ليهم رأي تاني وبيقرروا كلهم إنهم ما يكملوش في البطولة دي، وده لأن جيد كانت بتيجي عليهم لحسابها ومش بتفكر إلا في نفسها. وبيسيبوا النادي وبيرجعوا لحياتهم قبل ما يبقوا نجوم، وده بعد ما بيكون خلاص الفريق اتباع. وبنشوف ويل وهو في الملعب البسيط اللي كان بيلعب فيه زمان، وبتيجي جيد وقتها علشان تعتذر له، بس ويل مش بيهتم وبيتجاهلها وبتطلب منه انه يسمعها. وبتبدأ جيد تقدم اعتذارها على انها ظلمتهم مقابل الفوز باللقب وما همهاش الطريقة اللي تخليها تفوز بيها. وويل بيفكرها انها مديونة لأهل فاينلاند باللقب، فبتقوله جيد انها مش هتقدر تحقق ده من غير فريق. فويل بياخدها وبيروحوا يجمعوا باقي اعضاء الفريق من تاني، واللي بيبقى كانوا مستنيين اصلا اللحظة دي. وهنا يجي وقت النهائي واللي بيبقى بين فريق سورنس وفريق ماين، وكل العالم بيتفرج على المباراة دي ومستنيين يعرفوا مين اللي هيفوز باللقب. واهل فاينلاند كلهم بيشجعوا سورنس بقوة، وفي ملعب من النار بتبدأ المباراة وكل من الفريقين بيلعبوا بعنف وحماس شديد. وبيفتتح ماين التسجيل وبيتحدى ويل في الملعب، بس سورنس بيتعاونوا مع بعض وبيقدروا يردوا الهدف، وبيفضلوا على كده لحد نهاية الربع الأول من المباراة. وفي وقت ما بين الأشواط ماين بيطلب من فريقه يحافظوا على التقدم حتى لو هيضربوا اللعيبة. وبنكمل في الربع التاني وبنشوف الكرة مع ويل وبيجري ماين علشان ياخدها منه، وبيكون لسه هيضربه. بتيجي جيت وبتتصدى للضربة وبتقع على الأرض وللأسف بتتصاب في رجليها. وفي أوضة الملابس بتقول طبيبة الفريق إن جيت ما ينفعش تكمل وإلا الإصابة هتبقى في وضع أخطر. وبيعتذر ويل لجيت اللي بتقوله إنه ملهوش ذنب، وبيروح ويل يحمس كل الفريق ويخليهم ما يفقدوش الأمل وإنهم لازم ينهوا مسيرتهم بشكل يليق بفريق سورز. وبتطلع جيت للملعب وهي مصابة، وبتلاقي كل الجمهور بيهتف باسمها وإنها الأعظم على الإطلاق. المهم نكمل في المباراة، وبيلعب سورنز بروح وقوة أكتر من الأول، وبيجن جنون أوليفيا واللي بتقدر تطير وتهزم ماين وتسجل هدف التقدم. وماين بعدها بيتعصب وبيهتف وبيطلب من جمهوره يهزوا الملعب، وفعلا الملعب كله بيبقى عبارة عن حجارة بركان. وبنرجع لويل وهو في الملعب مع الكورة، وبيروح ماين يضربه وياخدها منه، وبتدور خناقة بين الفريقين، وبيقول ويل لماين انه مش هيكسب حتى بالطريقة دي، فماين بيتريق عليه وبيتعصب ارشي وقتها وبيروح يضرب ماين، وبينتهي الموضوع بطرد ارشي بره الملعب. وبيكون الفريق كده ناقص لعيب، فبتقرر جيد تدخل تلعب وبتتحدى ماين، وفعلا بيتعاونوا كلهم وبيدخلوا الملعب. وبيكون باقي على انتهاء المباراة 20 ثانية وفريق ماين متقدم بنقطتين، وبتبدأ جيت اللعب وبيمرروا الكورة لبعض لغاية ما بتمسكها جيت وبتكون قدام الشبكة خلاص، بس كل فرقة ماين بتكون بتدافع وبتمنعها عن التسجيل. فجيت بتدي بسرعة الكورة لويل وبيجي ماين يقف قصاده، بس ويل المرة دي بيرميها من فوقيه بسرعة، وفعلا الكورة بتدخل الشبكة قبل نهاية الوقت. وبكده نقدر نقول ان سورنس بعد 50 سنة قدر انه يبقى حامل لقب، وبيبقى كل الفريق مبسوطين قوي. وبيروح ويل يحضن جيت، وبتعترف جيت وقتها انه بيكون الافضل وان مامته كانت على حق يوم ما صدقت فيه. وبيستلم ويل كاس البطولة هو وفريقه، وبنشوف ويل وهو واقف بيشكر اهل فاينلاند على وقوفهم جنبه، وبيشكر كمان زمايله في الفريق واللي من غيرهم ما كانش سورنس بقى بطل، وان برغم من انهم من النهارده مش هيبقى ليهم وجود في فاينلاند الا انهم هيفضلوا نجوم للابد. وهو بيتكلم مودو بياخد منه المايك وبيقول انه عايز يقول حاجة، وفجأة بيقول ان سورنس هيفضل في فاينلاند، وكل اللي موجودين بيبقوا مستغربين
مستغربين جدا من اللي بيقوله، فبنعرف وقتها ان مودو لعب قمار مع الملك الجديد وراهن قصاد عقد امتلاك النادي وكسب الرهان، وبقى هو مالك الفريق حاليا، وبكده هيفضل اسم سورنس للأبد وفي موطنه فاينلاند. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناة. سلام.